سبر زينا لو معلتي زلكم متى زلخو برايم مينستر ناي كندا برايم مينستر جاستن ترودو لو معلتي ريزاين يقبر كم زلو كاب مريحنتو يورد كم دلو اناونس يرلو ابز حلفه سومنات درجه اوارح ونزخون بزتفل عليه ناي كندا انتي قاتمالو منيو مرحي كون اوفيشالي انتاينا كنرئي زبل بزح فيديو يسرحني اذا خم دقاطمون داركا تردين نيرو تبلكو حاسوت هكونن كل فيديو يرايو اب كندا انتي قاتمالو برايم مينستر جاستن ترودو تريب زخونه تقاومو يزورو نيرو اتناتو popularity ويد ما حبوبنتون اب استحت درجه وريدي نيرو يقريتا اب اوفيشال لكم ذاتس واي اب صراحه كوين يرسل لكم انت خونه كن لو معالتي ساعه 10 يخون official resign كم دغبره لايف وات يو اناونس غيرو تمالي مشت اب استفلالي زيناتات ب بقال ريبورترز ريزاين كغبر مخانو كابتوم ناتوم ناي ليبرال بارتي ابالات بمستير كم دوصن ليك كم دغبرن بزح حساب زاربل خم نبرن فلطيو لوميجين اوفيشالي وتيو انا ريزاين غبرالو يللو اجي بعلو يورس لزلو ريزاين غبسزلو كسا اكتوبر زخون ستيل نسو برايم مينستر انت هونغن كم ليبرال بارتي مرحي اب نيكست الكشن اي كورادرنيو كال مرحي ناي ليبرال بارتي كمتصيو عبي زخونه زينايو بحجي زمت برايم مينستر من يخول اوريدي كابتوم الوز بحالو كانديديتس ويدما كمروطيو ميلنا نصبيوم حدا بيير بوليفيو انت هونغن ناي ليبرال بارتي خمنيو وكيلو كوتس ناي كندا بوليتيكا فليز بلايو لك ذاتي وازل لكم فيديو أسعبا كم تعاين عاد خططولو بدحريو أنا مجلسي كبكم. My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians, I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor-General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. حراي انتي يزبل زلو نزبل حتو تمالي مشت ندقاي اب ناتدرنا هلنا انا كم برايم مينستر كوينه قصل كم لمخاني مجمرتا نغير يوم اندبل اتي مدبي كاب مراحي نايزي ليبرال بارتي كوينه خدوز نبركو ريزاين كغبري كم اون كم برايم مينستر ناي كندا كوينه صنحكو ريزاين كغبري ازي وسنكو وسان ازي بارتي زي تحري سفح زخونه شفنه وي مفتاش نعنا يخون يزبلنايو بروه مصا ازرايا مراحي مس مرصنا انا كومبليتلي كوردي بز مخنيات كا تمالي مشت ناي مراحي ناي ليبرال بريزيدنت ناي ليبرال بارتي زولو اتي بروسس كجمرو حدش مراحي نغمرت سيلكشن نخكايد حابريتا هيبيو كبلي حد خاطي ابزي حابريتا زحبرو اذا هاجر كندا حقنيا دخونه مرጫ ወይ ዕድል ናይ مرጫ يليالو نعا نزمت 4 عامت زخون كمرحا زقلنا بتي قنع زخونه منገድ حد خاطي نزي مريحنت قصلو زي دفافاني مخنيات كانتايو ابزي اوريدي ابز عدي وشطاوي قالسي نات قالسكو مز ናይ ደገ ቃልሲ خقالس قنع مرحه خوينا انا ايرأننيو مزي متين زلو بدهوتات
كبدوها أيكلني وين الزمت زول إلكشن أنا كون عزكم كانديديت أيكون كون بزي مخنيات كا ريزاين جرا كبلي بحصر زبالة كقول صالكم لومي مشت بسفح زبالة RST تناخيفة بملؤ تزبولون انت عينت لو تتاتيم كومتسو بملؤ كقربالكم يحججن بزتفعل عليه نيوز أوتلت زوج وزلو ناي برايم مينستر جاستن ترودو resignation CTV أبزوج أتون تايلوم أقعد تصبي وزنه بري أب channel ون بترى أقعد مقليسنا أنا نتصبي ونيرنا أنا بخامة يكورد مبر كورد مخانس فلوتي مبزحتهم من هذا channel زي كاتولني ناي conservative interview ناي إذا حلفت ناي بيير بولييف إذا لاست لك عند سرح قوام مالتيو أبزا تحت قتلوا دحرزا فيديو مالتيو ناي بيير بولييفن ناي conservative مرحن ناي جوردن بيترسون زقبر interview ناي مجرش يعني راه تقلالا لعلى خلطة نتبع حدا مليون فيوز أو اشتغلتها معلتي عب تويتر completely viral كده أمريكان نيوز أوتلت صوت أنا زار بعدو على عب أمريكا ونبعلهم توم عبيت يوتيوب شانلات درجة ناي كندا كاميرا استجرام تقام بزعل كندا تقام بزارو يجي عبر استينيرو إذا خدعتكم مخانس نفلت نيرنا هنا وريد خاني جيروكمي ورح عسترت نزع عمت زيا مرجع كلي جدني تترمى أخيلي قدمي جن أنت دا إحنا أبز برايم مينستر confidence يبلنا لهم no vote of no confidence أنت دا أجيرون كأليو يقول يوم بعلم حسد في اللي انتايو بعلم أنت دا vote of no confidence لهم اليوم completely كتا نصو كم برايم مينستر كوين أنتار زخون خالقت ناي conservative مرحي بيير بولييف أشتعد زي حياة popularity ركيبو زولو مسو في تخقاتهم كم حق خاد كسعر يكلني حق نبركم كسعر يكلني بساعة زي مهنياتو بالتعامي كندا ملو popularity نعاد تدقف أزغل لكم كل لكن of course ناي NDP مرحون بس دقفت اللوا ناي ليبرالون على ستيل دقفتي بمت أن popularity كن إذا بيير بولييف درجة بتعام هبوب النت بفلاي أب من أسيات كا بس تقبلنا ترحبوا ليبرال بارتي أب تاريخ ليبرال بارتي ناي من أسيات بارتي تبع العاد فلت ما ناي ليبريشن قابي وتاي كم كفاية قال زعينوتو ناي ليبرال بارتي بس حكوا يمزرفوا ناي بس تبغوا نقولون علون حق خزار بتعام تبغوا نقولات بس حلو بحتر تبلغ قلت عليه so إذا لو تزممتوا أنتي challenge خمسة إزبل أنتي بدوتات كمسي نزغ أنا بينا نسجر نابناي conservative مرحي بيير بولييف نسوخة ماتيو announce جرلو إذا ناي جاستن ترودو resignation سيبخمة يريو زبل حتى على فيديو أمس قلت مالك هنا عامون كاتل بدحريو ناتي حتى زبل مجلس خباكمي نخي نوحنا جن إزي تزول هلو كنتاتيو بسفيحو لومي مشت وتأ نوح فيديو سريحة بملؤ حجة كان أنا نبي جزء زبل RST حزنا كن دهسوسينا نرأي هذا حتى الفيديو. سلام كبرات خاتلتي كمي حاتيركم لو معلتي برايم مينستر جاستن ترودو ريزاين كم دقبر سمعكم اللهم انت خونا نزيد صقم زيزم تقولنا اتي بارتي سلازخونا اتي بارتي كله كله لو اذا قبل كله اتي صقم نسوم امتي امو حجي كال ناي بارتي مرحه تلويتو مالت اتي صقم زمص مرحه لا يكونن كله تي بارتي توم مينسترات كلاتهم نت صقم دمصيوم سلازي كساب حدش مرحي ناي تي بارتي زمرص زمصلوتي انتاي خمسل إذن قال إن تزاربه بيير بولييف زمتسا ناطو نيشتي كليب ملختي ناب كندا انتبل بصفي حلو مشات قلت انا انت خونا اذا فيديو زي سمعوا. Good day. Canadians desperate to turn the page on this dark chapter in our history might be relieved today that Justin Trudeau is finally leaving. But what has really changed? Every Liberal MP in power today and every potential Liberal leadership contender fighting for the top job helped Justin Trudeau break the country over the last 9 years. All Liberal politicians actively worked to pass into law the job-killing inflationary carbon tax, a tax that Carbon Tax Carney endorsed in his book. All supported a law quadrupling the tax over the next 5 years. All voted for or actively supported Trudeau's out-of-control spending, debt, and immigration. All passed Trudeau's housing policies that doubled the cost of homes. All Liberal politicians helped pass catch-and-release bail and house arrest for the most rampant reoffenders, policies that increased violent crime 50%, gun crime 116%, and hate crime by 250%. So given that
Liberal MPs and leadership contenders unanimously supported everything Trudeau has done. Why dump him now, right before an election? Have they had a change of heart? Is it because they feel guilty that they doubled housing costs, hiked taxes, unleashed crime, broke immigration, forced a quarter of the population into poverty? No. They continued supporting Trudeau when he did all of those things. No, their only objection is that he is no longer popular enough to win an election and keep them in power. They want to protect their pensions and paycheck by sweeping their hated leader under the rug months before an election to trick you and then do it all over again. Now, while leaderless Liberals focus on saving their jobs and fighting each other for power, the country spirals out of control, an out-of-control housing emergency, an out-of-control migrant crisis, an out-of-control $62 billion deficit, not to mention tariff threats from the United States. Oh, and another NDP Liberal carbon tax hike kicks in this April 1st. Everything's out of control, and now the government is out of control. This cannot go on. We need a carbon tax election now to choose between the NDP Liberal costly coalition that taxes your food, punishes your work, doubles your housing costs, and unleashes crime and drugs in your community, or common sense Conservatives who will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Canadians can take back control of their lives and their country. Take back control of our border. Take back control of immigration. Take back control of spending, deficits, and inflation. Take back control of our streets by locking up criminals, banning drugs, treating addiction, and stopping gun smugglers. We'll cap spending, axe taxes, reward work, build homes, uphold families, stop crime, secure borders, rearm our forces, restore our freedom, and put Canada first. All with one mission: to bring home Canada's promise that every hardworking Canadian gets a powerful paycheck and pension that buys affordable food and homes on safe streets where all are united for the country we know and love.